ياه هلا بأحلى فراشات. بيبتدي مسلسلنا بشين بنت جميلة بس اللي ناوية تعمله مش جميل خالص. بتكلم صاحبتها ليني اللي بتحاول تقنعها تخرج بره الملهى ده. يا بنتي مش معنى ان ليو هيخطب انك تشوفي اي راجل من الشارع وخلاص. بتقول شين بنبرة ثقة مش انا اللي اتساب وما تخافيش انا ما بتشدش بسهولة. بتلاحظ شاب هادي طيب سلام بقى اصلي اتشديت. بتقعد قصاده بهدوء في محاولة لإغوائه بس الواد تقيل. بتشاور لنادل بيحضر لها المشروب وبنبرة ناعمة بتقول فاضي نشرب سوا. بتلاقي إنه لا يبالي فبتقرر تقرب أكتر. غريبة قاعد حزين وحدك ليه؟ بيحس بالقرف من قربها بيبعد إيديها بس بيلاحظ وشم مميز. وهنا الوقت بيقف بيرجع بذكرياته اليوم الحادثة نفس وشم البنت اللي أنقذته. وقبل ما تكمل كلامها كان مديها الموافقة بس بطريقة سوبر كرييتيف. تمام هستناك قصاد الباب. ما تقلقش السعر مش هنختلف عليه. يا عليك يا بنتي يا شين وانت حقانية. بيخرج وراها وبيقف المساعد قلقان سيد شاو حضرتك محتاج العربية. بيتجاهل كلامه وطيران عليها. بنعرف وقتها ان بنتنا شين هتودينا في داهية كبيرة وده لانه كل ده فاكرة انه عارض. وقصاد الملهى بيقف قصادها. سيجارة؟ مش بدخن. في اللحظة دي بتوصل بنت بتقول بصوت ناعم ممكن ولعها. وهنا روح المرأة المتسلطة بتسيطر على شين. بتقرب منه علشان تثبت لنفسها وليه وللبنت إنه ملكها. بتقرب البطاقة وبتقول بهمس الليلة انت ملكي. لو ما كنتيش طلبتي يا سوسو وأصريتي فتعالوا بينا فراشاتي نروح سوا في رحلة أنثى هتخبط في الحلل. بس لو أول مرة تشوفني ما تنساش لايك واشتراكك في القناة لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا نبدأ الحكاية. انتي عارفة أنا مين؟ أكيد عارض أقدر أشتريك بأي تمن أنت تحدده. أخراشي على ضحكة الثقة. بيقاطع كلامهم مكالمة ليو انتي فين؟ بتتعمد تسمعه إنها مع غيره. بيحس شياو بالغيرة انتي متجوزة وبينزلها. مش شايفة إن اللي بيحصل ده ما ينفعش؟ ما تقلقش أنا سنجل بائس ومفيش حد في حياتي. ما بيقدرش يسيطر على مشاعره وبيعلن استسلامه. بيمر الوقت بتحاول تتسحب من غير ما يحس. استني المرة الجاية اعتبريها هدية مني ليكي. بتاخد نفسها وبتجري. بيسرح في ذكرياته نفس البنت من 10 سنين. أرجوك اصحى أنا هكلم الشرطة حالا. وفي الشركة بيوصل شياه واسترعب الكل من وجوده. بيشاور للمساعد اقعد. بتوصل السكرتيرة اللي بتقول بهدوء شركة شين للصناعات اليدوية طالبة التعاون وبتعرض عشاء الليلة. بيحس انه سامع الاسم قبل كده وبيفتكر مكالمة ليو ان نداها باسم شين. لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال. وعند ليو بيحاول يوصل لها بس من غير فايدة. بيشاور للمساعد أنا عايز طيارة فورا أنا لازم أرجع. نهار اسود ده هيبقى وضع شين لو جت تحت ايديه. تاني يوم بتصحى شين على مكالمة السكرتيرة شركة الرئيس شيا وافقت أخيرا إنها تقابلك والميعاد الساعة 3 العصر. وده طبعا لأن ابننا مش قادر يتحمل الليل. بتركز في الساعة بتصدم إنه مفاضلش كتير. تمام هكون موجودة في الميعاد. وعند شياو بيتفاجئ بيها قصاده وهي بتقول لنفسها أكيد مش هو يا رب أكون محلم. بتقرب منه بهدوء انت بتعمل ايه مع راجل لوحدك في الأسانسير؟ أيعقل؟ انتي اللي بتعملي ايه هنا؟ انا جايه اقابل الرئيس شياو. بيستغرب المساعد انتي مش عارفه انه اسكت عارفه ايه يا وجع الصوابع. سيد شياو بعد كده حاول تخفف شرب النهار. انا اقدر اشرب مكانك. صحيح ده انا الرئيس شياو. معلش هو بس شرب زياده عن اللزوم. اهلا انا شين من شركه الصناعات اليدويه. في اللحظه دي بيتفتح الباب والكل بيقدم التحيه قدامي. يلا شوفوا شغلكم. بابتسامة هادية بيقول أنسة شين اتفضلي وأنا بعدك. وفي المكتب بيقف المساعد طيب إيه؟ بيقرب شياه وبيقدم الكرسي بهدوء. شطور أنسة شين اتفضلي. بتقرب منه بمكر. برضه ما جاوبتش. بتعمل إيه هنا؟ يا ترى دفعلك أكتر مني؟ بيتصدم المساعد من إمتى والريس بقى سيكي ميكي؟ بيقرب شياه وبيقول بهمس مهما اتدفعلي مفيش غيرك مميز في عيني. بيمر الوقت بيسأل المساعد باستغراب انت بجد عايز تتعاون مع شركتها؟ الشركة كويسة بس ما تنساش انها لسه صغيرة. اتعلم دايما ما تحكمش على الناس من بدايتها. الصغير ده مصيره في يوم هيكبر وجايز يتخطاك. تمام بس انا عايز اعرف ليه كدبت عليها ومثلت انك عارض؟ لانها ببساطة هي البنت اللي بدور عليها من سنين. تقصد إنها نفس البنت اللي أنقذتك؟ طب ليه ما صارحتهاش على طول؟ لأنها مش فاكراني. فاتت سنين كتير ومش حابب أسبب لها خوف من ناحيتي.
انت بس خليك شاطر والعب دور الري الشياو كويس. ايدك بس كده. طب هزود لك المرتب. اذا كان كده فشوف انت عايزه امثل لك دور ايه، وانا من ايدك دي لايدك دي. وعند شين بتتفاجئ بليه وهو محاصرها. قولي لي بقى كنتي مع مين؟ وانت مالك؟ بيفقد السيطرة على نفسه وكان هيخلص عليها. الظاهر اني اتسهلت معاكي، قلت لك ابعد ايديك سيبني. انتي عارفة انك غلطتي. وانا غلطت في ايه؟ انت مش خلاص هتتجوز؟ عايز مني ايه بقى؟ بيقول ببرود انا اشتريت لك فستان مميز، هستناكي بكرة في خطوبتي. غلبان. شين انا مش حابب تعب جدك في الشركة كل ده يروح حضر. بتخاف تخسره لانه مساهم كبير في شركتها وهي لسه صغيرة. تمام هاجي معاك بس انا سايبة شنطتي في العربية. بيقرب علشان ياخدها بتديله على بويزه. انا هاجي بس بنصحك اياك تستخدم الشركة تاني كتهديد. تاني يوم بتتفاجئ بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ مش كفاية الفلوس اللي اخدتها؟ لحقت تخلصها؟ بيكمل تصوير برضه. قلت لك كفاية. النهاردة بقى ملك مين؟ ما تحسبيهاش كده. ريحتك مميزة. طيب ايه مش حاسة انها مألوفة او بتفكرك بشخص معين؟ بتستغرب سؤاله وبتقرب علشان تتأكد وهوبا. لا احنا متفقناش على كده كله الا التخفيل. في اللحظة دي بتوصل المساعدة. أنسة شين محتاجينك. وعند ليو بيقول بابتسامة باردة تعالي سليم على الضيوف. شين أنا مش قادر أعترف بعلاقتنا قصاد الناس بس أنا بحبك. ليو أنت عارف أنت بقيت تقيل على قلبي إزاي؟ أنا مش طايقة قربك. طيب خلينا نتكلم بهدوء. أنا أقدر أقدم لك أي حاجة تحتاجيها إلا الجواز. بتوصل وقتها شو خطيبة ليو. الأب بينادي عليك. شين ممكن نتكلم على انفراد؟ مش مكسوفة من نفسك ليه وما بقاش عايزك وانتي لسه بتحاولي تحومي حواليه؟ ومين قالك انه فارق معايا؟ مش فارق ولابسة انتي وهو كأنكم اتنين متجوزين. انتي قصدها تكسري فرحتي صح؟ والله السؤال ده اسأليه لخطيبك اللي أجبرني أحضر. أجبرك ده مجرد كلام. في الحقيقة إنك بتحاولي تستغلي فلوسه. وفعلا كل السنين اللي فاتت شركتك الصغيرة اعتمدت عليه. بتتعمد شين تقهرها. مش عارفة أجيبها لك إزاي بس ليو بنفسه اللي صمم لي الفستان ده. انت فاكرة إن ليو الكنز اللي مفيش منه؟ أنا مش شايفاه أصلا. بتحس شو بالقهر وبتقرر تشيل الفستان من عليها. بتحاول تقاوم بس بيكونوا أقوى منها. في اللحظة دي بيوصل شياو وبيبعدهم وبيداريها بين إيديه. انت اتجننتي؟ انتوا الاتنين عليها؟ طيب تمام دلوقتي أنا معاها. وريني بقى هتعملي ايه؟ انت فاكر نفسك مين وبتنادي للأمن؟ خد الاتنين دول وارميهم بره. وقبل ما حد يقرب منها كان الولد شياو مديله على بوزه. هقولها لك للمرة الأخيرة اعتذري. بتخاف شو؟ أنا أسفة. وانتي مش سامعة؟ أنا أسفة. بتقرب وقتها شين بهدوء. أظن إنك شايفة حبيبي عامل إزاي. مش محتاجة أوضح أكتر من كده. يا ريت تخلي بالك من خطيبك ما تخليهوش يخرج بالليل لوحده. شكرا. بابتسامة بيقول لا دي أقل حاجة عندي. ممكن بقى نحدد نوع علاقتنا إيه؟ يعني الشكر وحده مش كفاية. بتتوتر. طيب خلاص أنا هعزمك على العشاء بس حاليا أنا مشغولة. أنا همشي. تمام بس ما تنسيش. وعندي ليو بتلاحظ شو إنه مشغول. انت مشغول بشين مش كده؟ انا لسه شايفاها كانت مع حبيبها وبصراحة ليها حق تحبه. شكل وعضلات وطول وعكس توقعاتها. بدل ما يتضايق بيجري عليها بيحاول يكلمها وكالعادة بيفشل يوصلها. شين انت اتجرأتي تجيبيه لحد هنا؟ انا هربيكي. بيتفاجئ بشياو اللي بيمنعه بهدوء. عمي. بيقول وقتها ببرود غريبة سايب الضيوف ورايح فين؟ واضح ان عمي مصر يضايقني. وبنبرة تهديد. ايه ما شفتش الجد؟ واضح ان ضغطه هيعلى تاني. بابتسامة الثقة المعتادة. وليه ضغطه يعلى وانا موجود؟ ابنه ووريث العيلة ده بعينك. ومن الواضح كده فراشاتي ان في خناقة عنيفة وبنتنا شين هتزود الطين بلة. تاني يوم بيقف يستناها علشان يتعشوا سوا زي ما وعدته. بتوصل بنت وبتقول بتوتر ممكن نتعرف؟ أنا آسف والله مرتبط. وإيه يعني إحنا ممكن نتعرف كأصدقاء؟ كأصدقاء طب إيه طيب بس الواد ثابت ما تهزش. طب ما بدهاش بقى. بتمنعها شين وبتقرب هي. شفتي بقى أهي حبيبتي جت تعال معايا. وفي الجراج بتقول ببراءة أنا عايزة مساعدتك وحدد السعر اللي يناسبك. أنا عارض مش مساعد. أيوة بس واضح إنك على علاقة كويسة بالرئيس شياو فلو تقدر تخليه يوافق على التعاون بينا. وما تقلقش أنا هكافئك.
أنسة شين، مش شايفة كده إن طلباتك زادت شويتين تلاتة؟ ولحد دلوقتي أنا مش شايف مقابل يرضيني. بتفهم نواياه الخبيثة وبتقرب علشان تطمنه، بيحرجها وبعدين ده آخرك، فبتخاف وبتنزل فورا من العربية، بس بتستخدم ذكاء ودهاء الأنثى. ده تذكار، اعتبره تعويض مؤقت. بيقاطع تفكيره صوت رنة التليفون. أنا سمعت كده إنك بقيت عارض ما شاء الله، لو عايز ترجع لعيلة شياو وروح واعتذر لأبوك عن تصرفاتك. وانت بقى دلوقتي بتمثل دور الأخ اللي خايف على مصلحة أخوه. طب مش خايف الأب يعرف انت كنت ناوي تعمل ايه في أخوك علشان الميراث؟ تاني يوم بتقف تستناه، فجأة بيظهر شاب من نظراته الجريئة بيبان إن نيته سودة، بيقرب عليها بالغصب، بتحاول تقاوم، بيوصل وقتها شياو وبيبعده. جميل جميل، وانت مين بقى؟ مش خايف على نفسك؟ رئيس شركة شياو يبقى جوز أختي، واكيد انتوا عرفتوا ده يبقى مين. اخو شو، نفس الشكل بالظبط، الفرق ان التاني لابس باروكه. بتوصل وقتها المساعده. سيد شياو، الاجتماع هيبدا. شياو مين؟ بيستغل اخو شو الفرصه. هيكون مين غيري؟ هي تقصد ان الرئيس شياو عايزني. بتقول المساعده لنفسها، هو ماله العبيط ده؟ بقولك الاتنين دول اطرديهم بره. بتدافع شين عنهم، انت اللي تسببت في المشكله من البدايه. بيوجه كلامه للمساعدة، وأنا بقولك نادي الأمن، وفعلا بتنادي، بس بيتفاجئ إنه بين إيديهم. انتوا بتعملوا إيه؟ امسكوا الاتنين دول. بس لا حياة لمن تنادي. بتستغرب شين اللي بيحصل، بيقاطع تفكيرها صوت المساعدة. أنسة شين، الاجتماع هيبدأ، وبتقول لنفسها من الرجالة لما تحب، بس ولو كل يهون لأجل المكافأة. وقصاد الأسانسير بيخرج ليو، بيركز عليها. تعالي هنا. ده بجد؟ بتكسري كلامي تاني، ما تخلينيش أكرر كلامي مرتين. بيقول شياو ببرود، ليه تتعب نفسك وتكرر كلامك؟ على ما أتذكر إنك لسه خاطب من يومين، إيه بالسرعة دي؟ مليت منها؟ شين، انتي فاكرة إنه مميز ولسه هيقرب بيمنعه؟ أنا مش محتاجة رأيك. يا ريت السيد ليو يهتم بنفسه، وبالنسبة لي ما تقلقش عليا. سيد ليو، إيدك بس كده. انت ليه مصر تتدخل بينا؟ بيتعصب ليه وكان هياخدها بالغصب. بيمنعه. ابعد ايديك. بتستغرب شين ازاي قادر يقف قصاد واحد زي ليو. بيوصل لمساعد. استهدوا بس كده بالله، استهدوا بالله، الاجتماع هيبدأ. وبيقول لنفسه بثقة، مش عارف من غير الشركة دي كانت هتمشي ازاي. وفي الاجتماع بيقرب شياو بمكر، واثقة من نفسك أكيد، بس المساعدة اللي بعتها تجيب العينة اتأخرت. بيقول ليه وبابتسامة ثقة، شفتي إن زعلي وحش؟ تعالي بقى واقعدي جنبي، أنا حذرتك إنك هتندمي. فبتديله على بوزه. بوزه يستاهل، معصبني. وبيبدأ الكل يتكلم عن الريس ليه المصفوع. معقولة مش خايفة يلغي استثماره من شركتها؟ خلصتي؟ تعالي بقى اقعدي جنبي. يا ابوي يا جدع على رزالتك. واوعدك اللي حصل من اللحظات ده هعتبره كأنه ما حصلش، ده في احلامك. وبتخرج بتحاول توصل للمساعدة وعقلها مشتت والرعب مالي قلبها. بتتفاجئ بإيدين بتضمها. دي كانت غلطتي، كان المفروض أنا أحضر العينة بنفسي. إزاي ما خطرش في بالي إنه ممكن يستغل ده؟ بيقرب إيديه بحب. ما تخافيش، هنلاقيها سوا، وعد إني هساعدك. أيوة بس وقبل ما تتكلم كانت بين إيديه، أنا هنا وجنبك حتى لو مفيش عينة، انتي تقدري تثبتي شطارتك قصاد الكل. بصيلي، انتي قدها. بتحس إنه أمانها والمراية اللي بتعكس قوتها، فبتضمه أكتر. بترجع للاجتماع، بيقف قصادها بكل برود، لو حابة أنا ممكن أساعدك توصلي للمساعدة بتاعتك، بس بشرط. بتتجاهل كلامه، وده بيقلل من كبريائه أكتر. بيبدأ الكل يتكلم إزاي تكون شركة حاضرة وما قدمتش العينة، وليه أصلا تحضر. بيسأل الموظف، أنسة شين لسه عندك وقت تقدري تقدمي في المناقصة، بس للأسف لو ما قدمتيش اعتبر إن ملكيش مكان وسط الشركات الباقية. بتقف قصاد الكل وبتفتكر كلامه، انتي تقدري تثبتي شطارتك من غير عينة. العينة في الطريق، أنا أقدر أقدم لكم جزء بسيط من شغلي. أيوة بس العينة ضرورية. أنا فاهمة، شركة شين اتأسست من زمان ولسه لحد الآن محافظة على أسلوبها المميز. بيتريق الستات عليها، واقفة تشرح إنجازاتها ولا بتستعرض جمالها. غيرة حيزبونات. ما دام مفيش عينة يبقى مفيش مجال لوجودك. بتركز على الباب في أمل أخير إن المساعدة ممكن توصل. بيقاطع توهانها وصوله مع المساعدة. أنسة شين، أنا وصلت. بتقف بعدها بكل ثقة تشرح شغلها. بيقول المساعد الشياو، طالع معاك حق، البنت مميزة، وده اللي مخلي ليه مداريها عن العالم كل ده. الحب الحقيقي إنك تكون فخور بإنجازات حبيبك، تساعده يكبر أكتر، ودي السعادة بالنسبة لي، إنها تكون أحسن مني.
بيمر الوقت وبتظهر نتيجة المناقصة في صالح شركة شين والتعاون لمدة 5 سنين. بس أنا مش موافق. سيد ليو، انت مش رئيس شركة شياو علشان تقرر، وانت بقى عارفة مين رئيسها؟ بيزق شياو المساعد. سيد ليو، انت بتنادي؟ وحشتني يا راجل، بقالنا مدة ما أكلناش سوا، والله لا ناكل دلوقتي. بتستغرب شين اللي بيحصل. بس انتي، أنا ساعدتك، هتشكريني ازاي المرة دي؟ انت عايزني أشكرك ازاي؟ أنا جعان، تعالي ناكل سوا. بيمر الوقت بيقف ليه واستناه. تفتكر شين هتعمل ايه لو عرفت انك عمي؟ أحب اديلك نبذة صغيرة عن حبيبتي، أكتر حاجة بتكرهها هي الكذب. وفي البيت بتقف متوترة. انت ليه جبتنا هنا؟ كان ممكن ناكل في أي مطعم. لا، الأكل اللي بعمله بنفسي ليه طعم مختلف. ولا انتي قلقانة من وجودنا سوا؟ انتي عارفة دي أول مرة ليا أشوي لحمة في أوضتي. بتحس بالتوتر من كلامه. وأنا أول مرة آكل في البيت من مدة طويلة. بيقول بتلقائية، تقدري تجيلي وقت ما تحبي وأنا هطبخلك. صح، دي ليكي، دول كل ممتلكاتي. عايزة اشتري أسهم من شركتك. ايه، مش عايزة تساعديني وتخليني استفاد منك؟ ما تقلقيش، أنا عارف إنك مستحيل تخسري، علشان كده أنا طالب مساعدتك. بتسرح فيه، انت ازاي قادر تفهمني من غير ما اتكلم؟ وبتقرب علشان تعبر له عن مشاعر هي نفسها مش فاهماها، بس حاسة إنها محتاجة تعمل كده. دي بس، ده انتي بخيلة قوي. اللحمة فحمت يا كبير. وعند ليه وبيقف قصاد أبوه اللي بيقول بعصبية، انت فاكر إن الجواز لعبة؟ في إيديك تخطب شو دلوقتي عايز تفركش؟ انت عرفت منين؟ وانت مش عايزني أعرف؟ بيخاف ليه لا يخسر كل أملاكه. أوعدك إني هصلح كل حاجة. وبيكمل الأب بحزن، جدك دايما كان بيفضل شياو عليا، وده لأنه أسس الشركة بنفسه. أنا ربيتك وكبرتك كل ده علشان تنافسه، بس على الشركة، مش رايح تنافسه على بنت. بيقف بعدها ليه وعيونه بتطق شرار. هو الغلط على قلبي إني حبيتك، بس لأ، أنا اتنازلت كتير، ووعد إني هديلك درس ما تنسيهوش. وبيكلم المساعد، اتأكد إن التعاقد بين شركة شياو وشركة شين انتهى. دلوقتي بقى هتجيلي وتترجي إني أسامحك. وفي شركة شين بيمشي وراها زي ضلها، وبيبدأ الكل يتكلم. ايه الأناقة والشياكة واللباقة دي؟ تعالى معايا. وهوبا، انت بتعمل ايه؟ مش شدتيني؟ فجيت اهو بتديله قرصة علشان يتعلم الأدب. أنسة شين، الحقي، شركة شياو لغت التعاقد. بتحاول تكلم باقي الشركات تعرض عليهم التعاقد، بس للأسف الكل بيرفض. أنا كنت عارفة إن اليوم ده هيجي، بس ما كنتش عارفة إنه هيخسرني كتير كده. بتبص للمساعدة بحزن. أنا مديرة فاشلة، صح؟ لأ، انتي عملتي اللي عليكي. انتي ما تنسيش إني موجود. وقصاد قصر شياو بتقف شين. بتسألها المربية لو في ميعاد سابق. لأ، مفيش. تمام، يبقى مفيش دخول. بيوصل وقتها شياو، ومين قال إنه مفيش دخول؟ كان لسه هينفضح. بيلم الدنيا. أظن إن من حقها تدخل. أكيد، اتفضلوا. وفي القصر بتقول شين بحب، شكرا على مساعدتك، بس غريبة، في كل مرة بيحصل لي فيها مشكلة بتظهر في الوقت المناسب. وبتقرب منه أكتر. اوعى تكون مراقبني. لأ، أنا بس حابب أشوفك مبسوطة دايما. وكان لسه هينقض. يا أهلا بالضيوف. المعلمة نان، ما تقابلناش من مدة طويلة. أنا الشاب الطويل اللي دايما بيقعد جنب رئيس شياو وبيقرب منها، وحياة عيالك استري عليا. بتقول بابتسامة، أيوة افتكرت. وانتي يا جميلة، ما تقابلناش قبل كده؟ وبترجع بذكرياتها، دي نفس البنت اللي كانت مع حفيدي ليو. انت روح حضر لنا الشاي، ولا محتاج كمان نقدمهولك؟ حاضر، أكيد. بتقول وقتها الأم برسمية، يا ريت أعرف سبب زيارتك، ومش عايزة لف ولا دوران. بصراحة أنا عايزة مساعدتك. مساعدتي؟ بس أنا مساعدتي تساوي ملايين، ويوميا بيقف قصادي أكتر من 100 شخص طالبين مساعدتي. بتستغرب شين هي ليه بتعملها كده. بيوصل شياو، لو جواكي غضب تقدري تقولي ليا، شين ملهاش ذنب. بيوصل وقتها ليه، وده بيزود غضب الجد أكتر. بتقول شين بثقة، أنا حابة أدافع عن نفسي. أنا جيت هنا ونيتي إني أطلب التعاون بينا، وعلى الرغم من إن شركتي بتواجه صعوبة، بس أوعدك إني هعمل المستحيل علشان أنجحها. وبتركز في عيون ليو، وأنا بتحدى نفسي قبل أي حد. بيقول ليو لنفسه، غلبانة مصيرة تطير وهي جناحها مكسور. أنا والسيد ليو انفصلنا خلاص، ويو ده صاحبي مش حبيبي، اتعرفت عليه بعد الانفصال. بتقول الجدة برسمية، نكمل كلام بعد الأكل. وعلى الأكل بيقدم لها شياو الجمبري على شكل قلب. بيلمح لها، بس ليو ما بيتهزش، وبيقدم لها الطبق كله قلوب. بيعلي عليه. بيحس شياو بالغيرة وبياكلهم كلهم.
بيمر الوقت وبيقول شياو أنا مش فاهم أنت لازق لنا ليه. والله قول لنفسك أنا لو مكانك همشي. تخيل تعرف إنك كذاب. والله بقى هو ده أسلوبك في الكلام مع الأكبر منك؟ وأنت بقى محترم إنك الأكبر ومراعي سنك؟ أنا مش عايزة أزعلك مني. اديك بس كده خليك فاكر شين ملكي وبيديله على بوزه، وقبل ما يرد الضربة كان مربيه. بتوصل شين بيتعمد شياو يبان انه مظلوم، فبتديله هي كمان على بوزه. ازاي اتجرأت ومديت ايدك عليه؟ شوفي عمل في وشي ايه. انت مش عارف اني عايش على حلاوتي؟ انت دمرتلي شغلي. فبتديله على بوزه تاني. انت بتعملي كده علشانه؟ ومش بس كده، أنا ممكن أخلص عليك. كل السنين اللي فاتت وأنا كنت البنت المطيعة، مهما حصل كنت لك ظل بنفذ لك كل طلباتك. كنت دايما بتستغل الناس اللي بحبها علشان تضعفني أكتر. أنا ندمانة على السنين اللي قضيتها معاك، على ثقتي فيك. أنت أناني، ما حبيتش غير نفسك. ندمانة، أيوة ندمانة، يا ريتني ما قابلتك. بيضحك باستهزاء. أنا شخص أناني وأنا وحش؟ طيب وده إيه بقى؟ شين انتي غلبانة. بتبعد ايديها وبتقرب من شياو. حتى لو عايز فلوسي او عايزني فانا راضية. يا ريت توفر مجهودك لنفسك وتركز في حياتك. انا حاليا متعاقدة مع شركة شياو. وانتي بقى جبتي الموافقة منين؟ بتخرج وقتها الام. انا اللي وافقت، وده لاني واثقة انها هتدافع عن شركتها لاخر نفس. انا واثقة فيكي، وانت اياك تدخل في شغلي تاني. وفي العربية بتحس بالذنب انها تسببت في اذيته. انت كويس ليه؟ أنا وجعي فارق معاكي؟ فبتوجعه أكتر لأنه استفزها. بتحاول تفتح الباب، بتستغرب إنه مقفول. أنت بتعمل إيه؟ أبدا مش ناسي حاجة. بتقرب بهدوء بس بتفاجئه إنها بتخدعه وهوبا. وفي بيت ليه بيقف قصاد الأب بخوف. أنا عايز ألغي عقد الجواز مع عيلة شو. نعم أنا عايز ألغي الجواز مع عيلة شو. فبيديله على بوزه. البوز يا نهار. الناس كلها بتكبر تعقل وانت بتكبر تخيب. بيقول لنفسه بس أنا كده هخسر شين للأبد. لأ مستحيل. بينزل على الأرض. أرجوك، العيلة ما بقتش محتاجة الجوازة دي. أنا أقدر أحقق النجاح للشركة لوحدي. فبيديله على بوزه. بتوصل الأم وبتقول بخوف أنت بتعمل إيه؟ ابنك كبر. كل ده بسببك انتي، بسبب دلعك ليه. لو ما اتجوزش شو خديه وخرجي بره العيلة. بتقول لابنها بحب ليه بتعمل كده؟ شو بتحبك ليه عايز تلغي كل حاجة؟ ما تخسرش عيلتك وتعالى معايا نتكلم بهدوء. بيقول الأب لنفسه الظاهر اني استهونت بالبنت دي ولازم اخد خطوة. بيمر الوقت وبتحاول شين تشتغل أكتر علشان نجاح شركتها، بس بسبب الضغط بتحس بالإرهاق. بتقول وقتها المساعدة بحزن أنسة شين تقدري تروحي وترتاحي وأنا هكمل مكانك. وفي الطريق بتتفاجئ إنها محاصرة وبتفقد الوعي. وعند ليو بتقف شو بفستان الفرح. حبيبي انت مش مبسوط اننا هنتجوز؟ بيتجنب الرد. انا اسف مشغول محتاج اعمل مكالمة. بيقف قلقان وبيحاول يوصل لشين بس تليفونها مقفول. بتبتسم وقتها بنصر. مش مهم قلبك مع مين، المهم انك ليا في النهاية. وعند شين بتفوق على صوت واحد منهم. ما تقلقش البنت معايا وفرح ليو هيتم بشكل طبيعي. بتفهم ان اللي عمل كده ابو ليو. انا ايه حطني مع العيلة المجنونة دي؟ وفي الحفلة بيلاحظ الاب انشغال اخوه. شياو النهارده فرح ابن اخوك، سيب التليفون شويه. كل ده وشياو قلقان بسبب غيابها. بيقف وقتها ليه وشو قصاد الكل علشان يتمموا الجواز. بيرجع وقتها بذكرياته. عمي كان قلقان وبيربط الاحداث. ده معناه ان شين في خطر ومحتاجه لوجودي. بيقاطع تفكيره الصوت. سيد ليو تقبل شو كزوجه؟ انا اسف. وبيجري. بيبدأ الكل يتكلم. احنا طول عمرنا نسمع ان العروسة هربت بس العريس يهرب؟ دي جديدة. بتحس شو بالإحراج وبتقول بتحدي الفرح هيكمل. وعند شو بيمسكوها الشباب. استنوا طيب أنا محتاجة أروح الحمام ضروري. انتي فاكرة إننا هنصدق التمثيل البايغ ده؟ تعالي معانا. وقبل ما الباب يقفل بيوصل الولع. هو محدش قالك إن اللي بيقرب من حاجة ما تخصوش بيزعل؟ وقبل ما يقربوا كان مسلم على وشهم. بيخرج بيها كأنها بنته. بيوصل ليو. ممكن تنزلني؟ بصوت مهزوز. شين تعالي معايا. ليو انت وابوك محتاجين تتعالجوا. وبتقرب من شياو. يلا نمشي. استني انت فاكرة انه عمل كده علشاني؟ انا نفذت تعليماته وكنت هتجوز شو علشان احميكي. هو عمل كده بسبب ده لانه عايز يسيطر عليه من خلالك، وده لانه العارض اللي فرحانة بوجوده يبقى عمي الرئيس شياو. شين انا عارف اني عاملتك بطريقة ما تليقش بيكي بس كل ده كان بدافع الحب. بس ده بقى كدب عليكي. يا ترى ايه الدافع؟ عارفة ايه الدافع؟ انه بيغير مني ومن اي حاجة انا بحبها.
حالة من الصدمة والسكوت ملت المكان. بيحاول شياو يبرر، انت بتقول ايه؟ كل ده كذب. وانا ليه هعمل كده؟ لانك بتكره ابويا، لانه كان ناوي يخلص عليك وبيحاول يأثر عليها اكتر. بس شين ذنبها ايه تدخل في لعبة زي دي؟ شين صدقيني انا الوحيد اللي حبيتك. خلصت وبتقرب من شياو بهدوء. كلامك ده ملوش معنى عندي. انت لسه مصرة تقفي في صفه؟ ده كان بيستغلك. ومين قالك انه كان بيستغلني؟ ده كان بمزاجي. بتمنع دموعها انها تفضحها وبتبص لشياو. كل اللي اتقال ده ما يهمنيش، ده كان من الماضي. شكرا، بسبب تصرفاتك انا لقيت حب حياتي. انا عايزة افضل معاه مهما كان سبب وجوده، بس انا راضية. وبيمشوا سوا. شين ارجوك اسمعيني، قلتلك ابعد. طب اضربيني بس اسمعيني. سيد شياو انا مش لعبة، واياك تقرب. تقدر تقول انك مش عامل ليه وانه بيكذب؟ اكيد لا. انتوا الاتنين اسوأ من بعض. بيحاول يقرب اكتر، قلتلك ابعد. بيجي الليل والحزن بيسيطر عليها. ده انا طلعت مغفلة بشكل. بتوصل وقتها المساعدة. انت كنت فين؟ انا تعبت على ما وصلتلك. تصدقي انك جيتي في الوقت المناسب. تعالي معايا، ده انا هروق عليكي وفي الملهى هاتك يا شرب. انسة شين، انت اتخصمتي انت ويو. شش، ما تجيبيش سيرته تاني، مش ناقصة نكد. بيقاطع كلامها وصول رسالته للمساعدة. لقيتيها؟ معايا اهي. بتقرب شين بهدوء. النهاردة هنسيك الهموم، هأجر لك عارض هدية مني ليكي. بس الدنيا وسعت منها حبتين تلاتة وأجرت المالها كله. بيوصل وقتها شياو بيركزوا الشباب انه رئيس وبيجروا معاهم المساعدة. بيقرب منها. انت بتعملي ايه هنا؟ وانت مالك؟ وبعدين انا دفعت فلوس، فين حقي؟ فوقي وركزي معايا. بتركز اكتر في ملامحه. انت كيوت. قولي بقى سعرك كام؟ والله انت اللي تحددي. 20,000. انت عارف انا اجرت عارض احلى منك بكتير واخد 10 بس. شفت انا كريمة ازاي؟ فعلا كريمة. لا لا، انت فيك شبه كبير منه. انا مش عايزاك. وبتنادي للمدير، انا مش عايزة العارض ده. بيشدها فجأة. قوليلي بقى كنتي بتقولي ايه؟ وانت مالك؟ خليك في حالك. بس ما بدهاش بقى، دي لازم تتربى. اقعدي هنا. سمعيني، كنتي عايزة من المدير ايه؟ انتي بتقارنيني بالعرض. بتحاول تمشي بيمنعها فبتعضه. بنت الغدارة. ارتحتي كده؟ ممكن نتكلم؟ وبصوت هادي بيقول، انا خبيت عليكي هويتي بس علشان بحبك. حبيت اشوفك ناجحة لانك فعلا كده. ما كنتش عايز حد يقول اني ساعدتك. كلامك مش هيفيد بحاجة، الكذب ملوش مبرر. طيب عضيني تاني لو ده هيخليكي تهدي. شياو، العلاقة اللي بدأت بالكذب هتكون ضعيفة. أنا محتاجة وقت أكون لوحدي، محتاجة أرتب أفكاري. بس من فضلك من هنا لوقتها مش عايزة أشوفك. هو عند ليه وبيقعد يشرب علشان ينسى حظه الهباب. ليه عملتي كده؟ بتوصل شفت أنا زوجة عاقلة إزاي؟ رغم إنك أحرجتني قصاد الكل. أنتي مصدقة إنك مراتي؟ مصدقة. وجودك زي عدمه مش هيفرق، كده كده القرار في الآخر ليا. انتي أنانية وكل اللي فارق معاكي تتجوزي من عيلة غنية وبس. بابتسامة باردة بتقول، المهم مصلحة العيلة. كلام الحب ده ما يأكلش عيش. هسيبك ترتاح الليلة فكر كويس، بس يا ريت تكون في السرير، الجو برد. وأنا بصراحة مش حابة أتعامل مع حد مريض، مناعتي ضعيفة. وعندي شين بيوصل لها خبر مميز، الشركة قدرت تحقق أرباح بشكل ملحوظ. احنا لازم نحتفل بالخبر ده. وفي الحفلة بيهنيها الكل على إنجازاتها. بيقول المساعد بغيظ، يا راجل انت عشان تراضيها تصرف كل ده؟ وانت مالك؟ هي فلوسي ولا فلوسك؟ بقى كده معاك حق، انا غلطان اني خايف عليك. ايوه غلطان. دي مراتي. المراته قال مش طايقه وجوده ويقولك مراتي. بيقرب عليها علشان يتكلم، بتتجاهل وجوده. تمام، مش كفايه كده بقى؟ بقالك اسابيع بتتجاهليني. معلش مشغوله، مش زي ناس عندها وقت تمثل وبتمشي. بيقف قصادها ليه وبيقول بأمل، أنا سمعت إنك انفصلتي عن شياهو، إنت صدقتي كلامي صح؟ ده بيضحك عليكي. أنا الجوازة دي كانت مزيفة، أنا بحبك انتي، أرجوكي ارجعي لي. بس بقى أنت ليه مصرة أديلك على بوزك من أول الملخص؟ وكانت هتمشي بيمنعها. بتوصل حبيبي أنت هنا وبتبعد إيديه. آنسة شين، واضح إن الخلاف بينك وبين جوزي لسه موجود، بس خلاص بقى ده كله من الماضي. خلاف؟ لا أبدا، مفيش خلاف بينا. بجد؟ طيب كويس. أنا برضو بقول جوزي قلبه طيب. بيمر الوقت وبيقف الكل غيران من جمالها وبيبدأوا يتهموها إنها بتستخدم نفسها علشان تنجح. بتستغل الفرصة. واضح إنكم مش طايقينها ومعاكم حق. واحدة زيها استغلت جوزي لسنين.
ولحد دلوقتي رافضة إنها تبعد، ده غير إنها قدرت بجمالها تفوز عليكم. بس أنا أقدر أساعدكم. وبيبدأوا في تنفيذ الخطة. وقتها بتقع شين بين إيديه قصاد الكل. أنت كويسة؟ أنا كويسة، وأنت؟ بيقرب ليو. أنت السبب وأنا مالي. تمام، الكاميرات موجودة في كل مكان وهعرف الحقيقة. وعند شين بينزل شياو علشان يلبسها، بتلاحظ الجرح. أنا بخير، اطمني. من خوفها عليه بتديها على بوزها. بينادي ليو للحراس. أيوة، بس هي اللي ضربتني وانت اللي بوظتي الحفلة. وفي الطريق بتتفاجئ بعربية ناوية تخلص عليها، في آخر لحظة بينقذها شياو. بتحس بالرعب. انت كويس؟ أنا كويس. متأكد؟ أيوة. بس في اللحظة الأخيرة بيقرر يغير الخطة. يا بطني، مالك؟ إيه حصل؟ أنا خلاص يا شين، حاسس إنها ساعاتي الأخيرة. ما كنتش حابب أقلقك، بس الألم ما قدرتش أتحمله. يا ريت تسامحيني. لا، أنا سامحتك، بس كون كويس علشاني بجد. يعني سامحتيني؟ خبيث. وفي المستشفى بيوصل المساعد. اصحالي، ايديك موجوعة مش كده؟ مش كفاية تمثيل بقى. وانت عايزني اعمل ايه؟ ما هي كان لازم تسامحني، علشان كده مثلت اني مصاب. المخاطرة حلوة، بس خلي بالك شيل، لو اكتشفت انك بتكذب للمرة التانية نهايتك هتكون بشعة. وانا بقولها لك اهو، ما تجيش تعيط بعدين. وفي البيت بيمثل انه مش قادر. الدكتور قال ايه؟ مش هحس بايديا تاني؟ بس مش مهم، طول ما انتي معايا انا راضي. بتقرب بحنين. شكرا انك انقذت حياتي، بس ما تقلقش، انا ههتم بيك لحد ما تكون كويس بجد. طيب انا عايز اخد دش دلوقتي. وفي الحمام بتوقف تساعده، وقبل ما تتحرك كانت بين ايديه. يعني ايديك بقت كويسة. استني استني، اسمعيني. بتديله تحت الحزام. شش. من امتى وانت بتكذب؟ مش من كتير والله، انا بس كنت عايزك جنبي وقت اطول. بتنزل قصاده بهدوء. انت مش كنت عايز دش؟ ايوه، بحلفلك كانت نيتي سليمة. سيد شاو، ده اقل عقاب اقدمهولك. بيتفاجئ انها ربطت ايديه. تاني يوم بتقرر شين تروح مع فريقها علشان يقضوا وقت لطيف سوا بعيد عن ضغط الشغل. بتتفاجئ انه سابقها. ايه الصدفة دي؟ فعلا صدفة جميلة. بتتجاهل كلامه وبتمشي، وبتشاور له المساعدة، واللي بنعرف انها العصفورة. بيجي الليل وبيقرروا يلعبوا سوا لعبة الصراحة والعقاب، وبيقع الدور على شياو. يا ترى ايه مواصفات شريكة حياتك؟ بيركز على شين كأنه بيوصفها، شعر اسود طويل وملامح بريئة. بيحس الفريق انه بيتكلم عليها. بصراحة كمان هي موجودة بينا. أنا نعست، محتاجة أنام. بيروح وراها وبيحاصرها. أنا عايز إجابة. وإيه الإجابة اللي عايزها السيد شياو؟ بيقرر يعاقبها لأنها بتتبارد عليه. بيوصل ليو. ابعد عنها يا ابني. يا ابني انت مش اتجوزت؟ شين، انت لسه بتثقي فيه؟ انا محتاجه انام، خليكم انتوا الاتنين سوا. انت عايز ايه بالظبط؟ وايه الورد ده؟ دي حبيبتي وكانت ملكي وحاليا ملكي. كيات. وعند شين بتحاول تسترخي، بتتفاجئ بنفسها بين الاتنين. احنا هنهزر ولا ايه؟ شين، ده مشروبك المفضل. بياخدوا شياو وبيشربوا. دلوقتي ما بقاش مفضل. طب هخرج بقى واسيبكم انتوا الاتنين سوا. وفي الأوضة بتستغرب وجوده. انت بتعمل ايه؟ استني بس، هخرج بس ثواني ثواني. بيقف ليو ويتصنط. يا ابن الغدارة. تاني يوم بيخرجوا سوا، بيقاطعهم ليو وعينه شبه الباندا من كتر السهر وتلميع الأكر. مالك؟ شكلك مش نايم كويس. بتوصل وقتها جوزي. أنا مش جوزك، بس دي الحقيقة حتى لو انت رافض تصدقها. اتعلم تتكيف، ده هيفيدك. بيجي الليل وبيقول شياو ببراءة. أنا بقى جهزتلك أكلة لوز اللوز. حلوة صح؟ حلوة. طب ايه، مش هقابل حماتي بقى؟ حماتك؟ حماتي. هتغيري رأيك ولا ايه؟ لا، بس حاليا الظروف ما تسمحش. الشركة تستقر وهتقابلها. تمام، أنا هرجع الشركة، محتاجاني يومين بالكتير، مش هتأخر. وبيودعها بحب. بعدها بتسمع صوت خطوات. ايه، غيرت رأيك بالسرعة دي؟ بتتفاجئ إن ليو بيقعد قصادها بهدوء. ممكن نتكلم؟ أنا بحبك وعايزك تكوني مراتي. بتتجاهل كلامه وبيمنعها، وبهوس بيقول أنا صبرت عليكي وانتي كل مرة كنتي بتتمادي. النهاردة هتفهمي عقاب اللي يعرضني ايه. بيتفاجئ إنها فقدت وعيها. بيوصل شياو وبيبعدوا عنها، وكان هيخلص عليه. بتوصل انت بتعمل ايه؟ ده ابن أخوك. فبيشيلها بين ايديه. وفي الأوضة بيحاول يطمنها. أنا جنبك ومش هسمح لحد مهما كان إنه يقرب منك. شكرا، لولا وجودك أنا. ارتاحي دلوقتي. تاني يوم بتروح لشركة ليو. إيه جابك؟ أبدا، حبيت أهتم بجوزي شوية. أبويا بيراقبنا، يا ريت تمثل الحب.
وعند شياو بيحاول الأخ يأثر عليه، مش كفاية خلافات بينا، احنا اخوات في النهاية. اخوات علشان الميراث كنت هتخلص على أخوك. دي كانت مجرد حادثة، وانت عارف ابن ليو مريض نفسي وحاسس بخيبة أمل كبيرة انه ابني، وكالعادة ليو بيلمع أكر، والمطلوب ننسى اللي فات. بيقول ليو لنفسه بعد كل ده أبويا شايفني كده؟ بتستغل شو ضعفه، أنا جنبك. وعند الأب بيحاول يأثر على شياو، هنرجع بقى عيلة واحدة. بيفاجئوا شياو إن قطع كل الأوراق، لأ والشراكة اللي بينا هتنتهي. أنت اتجننت؟ اتجننت. فكرت يوم الحادثة إنه كان ممكن يكون آخر يوم ليا، بس أنا ما بقتش زي زمان سهلة اتخدع. وفي الجراج بتتفاجئ شين إنها بتتخدر. أنا بعترف إني شخص أناني بحب الفلوس أكتر من ابني، بس إن أخويا يقف ضدي علشان بنت دي كبيرة. وأنا أقول ليه وطالع لمين؟ انتي عارفة المتعة الحقيقية كانت فين؟ كانت في كل مرة حاسس فيها ليه إنه عاجز ومش قادر يساعد اللي بيحبهم. حتى سمكته المفضلة ما سلمتش مني. بتفهم وقتها إن ليو مسكين ضحية تربية فاشلة وأب قاسي. في اللحظة دي بيوصل شياو وليو، وكالعادة بيستغل الأب ضعف ابنه. ابعد وإلا هخلص عليها. لأ شين لأ، خلاص خلص عليه وأنا وعدك إني هجوزها لك. بيبص لشياو بضعف وفجأة بيحاصر أبوه، أنت اتجننت؟ خد شين واهرب. وبفستان ساحر بتدخل شين بهدوء، سيد شياو تقبل تكون ملكي بس مش ليلة، العمر كله. فورا بيوافق. وفي النهاية تفتكروا الفرصة التانية بتنجح ولا ده مجرد تضييع للوقت مش أكتر؟ وأخيرا لو وصلت معايا لهنا ما تنساش لايك واشتراكك في القناة، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام.